يا مساء الفل عليكم. أنا سارة ودي حلقة جديدة من بودكاست محدش قال لنا كده. النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات بتحصل بين الأزواج بنسميها حب، اهتمام أو حتى واجب، بس الحقيقة الحاجات دي هي مجرد خرافات بتسرب السم في العلاقة نقطة نقطة، وكمان من غير ما نحس. حلقتنا النهاردة اسمها خرافات بتؤدي للطلاق. فلو انتم متجوزين او بتفكروا او عايزين حتى تفهموا الحوار كده من بعيد، فالحلقة دي ليكم، وركزوا معايا للآخر عشان هنكشف شوية خرافات في العلاقة بين الزوجين المفروض نرميها في أقرب باسكت زبالة. أول خرافة معانا هي إيه بقى؟ هي إننا طالما بنحب بعض لازم نخنق بعض في كل كبيرة وصغيرة، ولازم نلزق في بعض زي الأمير المصري الأصيل. ما ينفعش هو مثلا ينزل يقعد مع أصحابه على القهوة لوحده، وانتي ما ينفعش تنزلي وتسيبيله العيال وتفكي محلك شوية كده في يوم من الأيام. بس عايزة أقولك إن شوية خصوصية ومساحة شخصية مش معناها أبدا خداع ولا خيانة لشريك حياتك. بالعكس، الخنقة الأوفر دي هي اللي بتودينا لطريق الشك والتجسس والعصبية الزايدة، وكده عمرها ما هتبقى علاقة مريحة أبدا. الخرافة التانية بتقول إيه؟ بتقول إن الراجل ملوش دعوة بالمشاعر، وكل شوية يطلع لنا فيها ويقولك إيه، أنا كفاية عليا قرف شغلي وكفاية إني بصرف عليكوا أصلا. بس يا معلم، الست مش عايزة حد يصرف عليها بس. انت غلطان، حتى لو حالك على قده بس بتعرف تتكلم كلام حلو، تسمعها، تحتويها، حياتكوا هيبقى ليها شكل تاني خالص. لكن لو انت بقى واخد وضع تمثالة وفيديوهات صوتها عالي في البيت، فعلاقتكم هتبقى فترة قوي، والست هتبقى مغصوبة على العيشة معاك علشان بس خاطر العيال. تالت خرافة بقى معانا فيها جملة مقرفة قوي. يقولك ايه؟ يقولك لا، ما ينفعش، هي طالما بتحبني فهي لازم تتغير عشاني، او هو طالما بيحبني لازم يتغير عشاني. طب انا استوقفني سؤال صغير، طالما انت عايزها محجبة اتجوزتها بشعر ليه؟ عايزها تخينة، عايزها رفيعة، اتجوزتها العكس ليه؟ وانتي طالما ستايله مش عاجبك ومش داخل دماغ صحابك ارتبطتي بيه ليه؟ طريقة اكله مش عاجباكي اتجوزتيه ليه؟ ما ده كله اكيد بيبان في فترة التعارف حتى قبل الخطوبة. فده اسمه بالنسبة لي هو تحكم فارغ، ده مش حب ابدا. انت مش هينفع تفصل شخصية اللي قدامك على مزاجك، لان ببساطة اللي قدامك ده باكج متكامل، حبيته على كده تمام. حاجة بقى ما حبيتهاش ومش عارف تعيش وتتعايش معاها، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكل واحد يشوف حاله. عشان اللي قدامك دوت لو بيحاول يتغير عشان خاطرك ومش عارف، فهيزهق وهيزهقك وهتقرفونا معاكم. بس لو التغيير ده نابع من جواه من غير توجيه منك ونقد مستمر، هو ده اللي هيبقى اسمه حب بجد، مش هيبقى اسمه تملك خالص. رابع خرافة بقى بتقول ايه؟ بتقول ان الغيرة الجامدة قوي هي دليل على الحب. طيب يعني انا كل ما غير زيادة هيبقى بحب اكتر؟ اكيد لا. طب انا ازاي افضل اسيطر عليك واتهمك طول الوقت واموت الثقة اللي ما بيننا واقول اصل انا بحبك قوي؟ الغيرة الخفيفة اللطيفة هي الحلوة، لكن وجع القلب اللي بيجيب معارك وكل واحد من الاتنين يبقى قاعد متحفز للتاني دوت ومتراقب، ده ابدا مش اسمه غيرة ولا اسمها حب. خامس خرافة معانا النهاردة بتقول ايه؟ بتقول ان بعد الجواز مفيش حاجة اسمها اهتمام. هو يقولك كفاية اني اتجوزتها، خلاص مش هجيب هدايا ومش هتسمع مني كلمة حلوة، كفاية عليها ايام الخطوبة واللي حصل فيها، وهي خلاص بقى تبطل تهتم بنفسها، اصلها جابت رجله ويبقى عايش مع عشماوي بشنب في البيت. بس الحقيقة ان الاهتمام ده مش مجرد مرحلة، المفروض ان ده يبقى نمط حياتكم اللي لما بيقف العلاقة بتنهار والحب اللي ما بينكم بيروح. سادس واهم خرافة معانا النهاردة بتقول ايه؟ بتقول ان دخول الاهل في اي مشكلة هو اللي هيحلها، عشان هم كبار وفاهمين اكتر مننا وخدوا تجارب اكتر مننا كمان. بس عايزة اقولك بقى ان المشكلة كده عمرها ما هتتحل، بالعكس دي هتزيد، وبدل ما تكون مشكلة واحدة هيبقوا مشاكل كتير، عشان كتير من اهل الزوجة بيروحوا ناحية هاتي العيال وسيبيله البيت، واللي يجري يضرب بقى علشان بنته زعلانة او اخته منهارة، واللي تشتم عشان بنتها مش مرتاحة. ومن ناحية بقى اهل الزوج مفيش على بقهم غير ايه، طلقها ونجيب لك ستها، او ما هو انت لو راجل كنت عرفت تشكمها، وهتبقى حاجة منتهى قلة القيمة. وفعلا لو مشكلة مش مستاهلة بتولع بكلمة من اي طرف ثالث. الكلام ده كله طبعا مش هنطبقه على علاقة منهارة من الاساس وكده كده واخدة شكل الانفصال، عشان محدش يجي يقولي مصلحة هي اللي تستاهل ولا هو ده اللي عامل فينا كده.
وفي العلاقات اللي ما تقالش أهم من اللي اتقال، بس احنا هنا عشان نقول حتى يعني لو حاجة بسيطة تستفادوا منها. وفي الآخر أنا عايزة أقول لكم إن العلاقات محتاجة وعي قبل ما تكون محتاجة مشاعر، ومفيش خرافة هتخلق أبدا حب ولا اهتمام، ومفيش تصرف غلط هيبني أمان. ومن هنا للحلقة الجاية يا رب تكونوا في أحسن حال، وربنا يعمر بيوتكم دايما وما يدخلش بينكم شيطان.